النهارده هشارككم سناك صحي ومغذي وينفع للدايت وكل الناس بتمنعه وقت الدايت. عرفتوا هو ايه؟ طيب مبدئيا مين قال ان المانجا مش معانا في الدايت؟ المانجا موجوده معانا في الدايت بريستريكشنز او تحفظات معينه. يعني لو اخدت نسبتها في حدود معينه، طبعا انا مش باكل بدي فزلكه، ولكن انا بضمن بيها ان انا اكل كميه قليله في القطمه الواحده، وفي نفس الوقت اكل براحتي. فحتى لو كميه قليله اضمن ان انا شبعت بيها كويس قوي. انا بعمل دايت، لا مش بعمل دايت بس بحافظ على وزني، فبحط كل حاجه ينفع اكلها بس بقيم معينه. طيب المانجا دي ينفع اعمل بيها ايه؟ ينفع اعمل بيها بودنج، هقول لكم الوصفه بتاعته في فيديو جديد. ينفع احط عليها بذور شيا، طبعا انا مش هاكل الكميه دي كلها، الكميه دي بتاعت كام يوم يعني. احنا لينا عدد جرامات معينه حسب السعرات المطلوبه، فانا لو عندي فاكهه اقدر احط الفاكهه دي مانجا ولكن بكميه المتحدده لي في النظام بتاعي. فانا اقدر احط عليها بذور شيا على الكميه بتاعتي، بس لو مش عايزه احط حاجه ثانيه واشرب بعديها كوبايتين ميه هيقفل معايا تماما. اقدر احطها على زبادي يوناني واعملها بودنج تمام. اقدر اعملها مع زبادي عادي خالص لايت زي زبادو يبقى مشروب سناك في نص اليوم. ينفع اعملها بوصفات كتيره جدا. المانجا معانا في الدايت. اوكي، هسيبكم بقى واكمل اكل. مع السلامه.